السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. سموا الله وصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده زي ما انتم شايفين كده الرز البسمتي، جميل جدا ومفلفل ما شاء الله، مفلفل جدا اهو. والريش ما شاء الله الله اكبر، مستويه وجميله جدا، مهريه هي ما شاء الله ما شاء الله، كلها مهريه وجميله جدا. مضاني جميله في الريش، بتلو كمان جميله جدا. بنقدم معاها بقى زي ما انتم شايفين كده سلطه طحينه، سلطه بابا غنوج، اللي يعجبك يعني، طحينه او بابا غنوج الاتنين هيمشوا. يلا نشوف بقى ايه مع بعض الاكله الجميله دي هنعملها ازاي. يلا نشوف مقادير الريش بتاعتنا ايه. معانا 2 كيلو من الريش الضاني زي ما انتم شايفين كده، دي ريش ضاني. ومقادير الريش الضاني بتاعتنا عبارة عن معلقتين من الخل، معلقة كبيرة من العسل الأبيض، معلقتين من الزيت، زيت ذرة أو زيت زيتون أو زي أي زيت موجود عندك، أو أي زيت موجود عندك مفيش أي مشكلة خالص. وفلفل أسود وملح، كوبايتين من مية البصل، بهارات لحمة صويا صوص. بهارات اللحمة تبقى عبارة عن معلقة صغيرة، لأن الريش كده كده هي أصلا طعمها جميل، مش عايزين نغير طعمها بالإيه، بكتر البهارات. يلا نحط بولة بقى فاضية ننزل فيها بمية البصل. احنا بنحط كوبايتين مية بصل لان احنا معانا 2 كيلو من الريش. ننزل عليهم بالخل، ننزل بالزيت، العسل الابيض، معلقة ملح صغيرة، بهارات اللحمة، نحط معلقة صغيرة، نحط شوية ايه صويا صوص. بسم الله الرحمن الرحيم، حوالي معلقة صغيرة، والفلفل، ونقلب بقى كويس كده. يلا بسم الله، ننزل كده بالريش بتاعتنا ونتبلها كويس. طبعا الريش دي ممكن تسويها على الجريلا من فوق البوتاجاز، او ممكن تسويها في صينيه فوق البوتاجاز، وممكن نشويها في الفرن. فاحنا ان شاء الله هنرصها في الصينيه ونشويها في الفرن، لان الجريلا مش هتاخد الكميه دي كلها. وهنحط معاهم بدل ما نحط ميه هنحط التتبيله دي، هنحط معاها التتبيله دي، لان التتبيله دي عباره عن ميه. مصفيين البصل من الشوائب اللي فيه كلها. خلاص احنا تبلنا الريش بتاعتنا. الخضار ده بقى عباره عن طماطم، يعني مقطعين البصل نصين، تقطع دواير كده زي ما انتم شايفين، مقطعين الدايره نصين. ومعانا فلفل الوان هنشويه مع الريش. يلا نشوف بقى هنعمل في الريش ايه. هنجيب صينيه كده نرص فيها الريش بتاعتنا. ومش محتاجه اصلا ايه نسيبها مثلا ساعه نص ساعه، مش محتاجه يعني، الريش ما بتحتاجش ان احنا نسيبها في التلاجة. هي كده كده بتطلع خطيره وطعمها رائع. كده تمام. ننزل عليها بقى بالتتبيله بتاعتها. هندخلها الفرن بقى ايه على درجه عاليه، وهنحطها على الرف الاولاني خالص في الارضيه. وبعد ما الصينيه تستوي وهنقعد نقلب فيها فوق وتحت. هوريها لكم وانا بقلبها. بعد ما تخش في السوا هننزل عليها بالخضار عشان ايه تنشوي معاها. حطينا صينيه الريش في الفرن. يلا بقى نقول مقادير الرز البسمتي. معانا كيلو من الرز البسمتي مغسول كويس ومتصفي كويس، ما نعناهوش، يعني عباره عن 4 كوبايات من دي.
كيلو الرز البسمتي عباره عن 4 كوبايات من دي. معانا بقى جزرتين مبشورين وبصلتين كبار متقطعين مكعبات، والبهارات بتاعتنا عباره عن عود قرفه، 2 لومي، ورق لورا او ورق الغار، بهارات الكبسه، كركم، معلقه صغيره، نص معلقه زعفران. يلا نشوف هنعمل في الرز ايه. نجيب حله فاضيه على النار، ننزل فيها بمعلقتين سمنه، ننزل فيها بشويه زيت، حوالي 2-3 زيت كده تمام. يسيحوا مع بعض كده، ننزل عليهم بالبصل. يلا ننزل بقى بالبصل ونقلب بقى كويس. البصل يدبل معانا، نروح نازلين عليه بالجزر، الجزر المبشور. هننزل بقى على البصل وبتاع علشان خاطر ايه، ياخد من الطعم، البصل ياخد من طعم البهارات. لما البصل يتشوح شويه يكون شرب من البهارات بتاعته وخد طعم البهارات. ننزل بقى بالجزر المبشور ونديله تقليبه حلوه كده. حابه تحط بسله بقى مع الجزر مفيش مشكله خالص. الجزر الطعم برضو كده من البصل والبهارات. ننزل بقى عليهم بالايه، بالرز. ننزل بقى بالرز بتاعنا، على ما الميه تغلي هنشوح بقى الرز مع الايه، الخلطه الجميله بتاعتنا اللي في الحله دي. نقلب بقى كويس. على ما الميه تغلي بتاعت الرز هنقعد نشوح فيه كده. ننزل بقى بمعلقتين ملح صغيرين كده حراميه ونقلب كويس. بس كده الميه بتاعتنا غليت، ننزل عليها بقى بالرز. يبقى ايه، كل كوبايه رز لها كوبايتين ميه، نفس المعيار اللي عبينا بيه الرز هنعبي بيه الميه. نقلب بقى كويس، نغطي بقى الحله بتاعتنا والرز يستوي بقى ايه على ميله نار عاليه، وما يتشرب هنوطي عليه. يلا نشوف الريش بتاعتنا نقلبها الناحيه التانيه. ما شاء الله الله اكبر، ريحتها خطيره، ريحتها خطيره. نقلب الريش بتاعتنا بقى الناحيه التانيه كده. عندنا نقلب كل نص ساعه كده ولا كل ربع ساعه، نقلب فيها علشان تستوي من ناحيتين. الريش تتشرب التتبيله، ننزل بقى بالايه، بالخضار يتشوي مع بعض. يلا خلاص قلبناها، ندخلها الفرن تاني. يلا نقلب الرز. الريحه بقى مش هقول لكم. يلا نقلب الريش الناحيه التانيه بقى. بنقلبها كده كل نص ساعه علشان ايه، تستوي من فوق ومن تحت. هي ما شاء الله استوت من تحت، نقلبها بقى ايه، تستوي من الناحيه التانيه. وهي احمرت ما شاء الله، مش محتاجه شوايه. لو احتاجت الشوايه نقيل عليها الشوايه شويه، بس هي ان شاء الله مش هتحتاج شوايه. هنفضي مكان كده علشان ننزل بالخضار بتاعنا يشوي مع الريش يعني. بس ندخلها بقى للفرن تاني. بعد ما قلبناها ندخلها الفرن كده بقى. نرفع على الرز بتاعنا. ما شاء الله هو كده استوى ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله مفلفل وجميل، وصحتين وعافية على قلوبكم يا رب.
عندك مكسرات بقى انزلي عليه، عندك زبيب وسوداني تنزلي عليه. نقلب كده مع بعضه. على ما الريش تستوي بقى نغرف كله مع بعض. ايه رايكم بقى؟ ما شاء الله، الله اكبر، ما شاء الله، ما شاء الله، الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. ونرش بقى على الوش كده زبيب وسوداني. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نرص بقى الريش مع بعض. ما شاء الله. حبة بقدونس كده او كزبرة على الوش كده. ايه رأيكم بقى؟ احلى صينية كبسة بالريش تعمليها، ما شاء الله، الله اكبر، جميلة جدا 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 وتنفعك في العزومات. اعمليها بقى وجربيها، ان شاء الله هتعجبك وهتعتمديها على طول في اكلك في عزوماتك. اذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوها. تحياتي ليكم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.